اوه يا جماعه في كائن جديد اهو يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، طمنوني عليكم. ورجعنا في فيديو جديد يا جماعة عن لعبة ماينكرافت. طبعا لعبة ماينكرافت انا نزلت عنها فيديو واحد قبل كده على القناة، فيديو قديم تقريبا من سنة او اقل من سنة بشوية يعني، وهتلاقوا فيديو من يومين كمان. يعني الفيديو اللي انتوا بتشوفوه حاليا ده الفيديو الثالث لماينكرافت. يعني في فيديو حاليا انا رفعته على القناة بتاع المقارنة بين المباني الحديثة والقديمة. فيديو جميل، روحوا شوفوه مش هتخسروا حاجة. يعني فكرة فيديو النهاردة هتكون مختلفة شوية. انا مش عارف هل في حد قبل نزلها على اليوتيوب ولا لا، مش عارف صراحة، بس انا سواء حد نزلها او منزلهاش فانا هنزلها برضو. انا مش عارف هل في برضو حد اكتشفها قبلي او هل دي حاجة معروفة اصلا في اللعبة ولا لا، بس انا عن نفسي اول مرة اكتشفها، وانا متأكد برضو ان في ناس ما كانوش يعرفوا الحاجة دي. فسواء انت تعرفها او ما تعرفهاش تبع الفيديو مش هتندم. الحاجة دي يا جماعة ان انا لما دخلت على عوالم اللعبة، لما دخلت اعمل انشاء عالم جديد، لما دخلت على نوع العالم وبعدين عملته الجزر الناعمة وبعدين اتكيت تخصيص، لقيت يا جماعة الحاجات دي كلها دي عوالم في اللعبة يا جماعة. ممكن تاخد ارض وعرة، هضبة ارض وعرة، ادغال، قصب الخيزران. احنا النهارده هنجرب عالم واحد فيهم بس، ولو الفيديو عجبكم ولقيته جاب مشاهدات يعني وتفاعل، ممكن انزل فيديو تاني وتالت ورابع ومش بعيد نختمهم كلهم. يعني قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. عاوزين يعني تحدي يا جماعه ان احنا نوصل الفيديو ده لاول مره على القناه ل 10 لايكات. عاوزين ده، انا معظم اللايكات عندي من 5 إلى 7 لايكات يعني، لا يوم ما بتعدي 8 لايكات. عاوزين نعدي الرقم ده يا جماعه ونوصل ل 10 لايكات. واتمنى لو بتشوف الفيديو وانت مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه تحت وفعل زر الجرس. عاوزين نوصل 200 متابع في اقرب وقت يا جماعه. احنا عدد 87 متابع، عاوزين نوصل لل 200 متابع في اقرب وقت. احنا قدها وهنوصل ان شاء الله، وهنوصل ل 10,000 وال100,000 والمليون وال10 مليون وال50 مليون وال100 مليون. احنا متابعين مع بعض وهنوصل ان شاء الله برغم الظروف وبرغم التحديات والمشاكل اللي بنمر بيها في القناه، بس هنوصل باذن واحد احد ان شاء الله. احنا خرجنا عن موضوع الفيديو بس يلا مش مشكله، دي برضو كلام بحفز نفسي يعني. المهم يا جماعة احنا هننزل النهاردة يا جماعة، هندخل على نفايات الجحيم. العنوان ده يا جماعة شدني، انا عاوز اجربه، فاحنا ندخل نجربه مع بعض. ايه دي ارواح يا جماعة. ايوه ارواح عشان متنضربش، ممكن اعدي وسط. ايوه ارواح يا جماعة. بس ايه الصوت ده يعني؟ ده صوت استغفر الله يعني هو انتوا ارواح؟ ايوه بس الصوت مش صوت ارواح خالص يعني، استغفر الله. اللهم اني فاطر. انت ايه حاجة فيه ايه؟ يخرب بيت الاصوات. لو حد تاني سمعنا هيقول ان احنا بنعمل حاجة مش كويس. كويس ان انا لابس سماعة. ايه نط كمان واحدة، كمان واحدة. اوه ده كائن. ابعدي بالله عليكم، ما تعملوش الاصوات دي علشان احنا مش ناقصين مشاكل. ابعدي. اوه احنا نمسك سلاح. انتوا واخدين بالكم يا جماعه انها بتطلع نار اصلا، انها جواها نار اصلا. شوفوا لما تنط جواها نار اصلا اهي. طب لما نقتلها ايه اللي بيحصل؟ الله، ده لما بنقتلها بتطلع كائنات تانية زيها صغيرة بتتقسم يعني. انتوا واخدين برضو بالكم يا جماعة ان العالم كله احمر وكده، يعني ايه؟ بيدخلك في جو الجحيم يعني، والعياذ بالله. احنا اول حاجة عاوزين نكتشف يا جماعة الكائنات اللي هنا كده وازاي نتعامل معاها. الكائن اللي بيطلع النار ده بيموت بالسيف عادي. طب الارواح دي بتموت ازاي؟ ما هي يعني زي ما انتوا عارفين يعني ان هي كائن هوائي او ترابي، مش عارف. مش بحب الناس وانا بفتي، لان انا بفتي في حاجات انا مش بحب افتي في حاجات انا مش عارف فيها حاجة. ايوه اهو ده اللي ينطبق عليه مقولة بني ادم براس كلب او براس خنزير. ايوه يا جماعة ده هو اصلا. ايوه راس خنزير وجسم جسم بقرة. ابعدت عني يالا، تمام كده اكتشفنا لغاية دلوقتي 3 كائنات يا جماعة. تقريبا الكائن ده يا جماعة هو اللي ادانا الدهب. خد يالا.
سلام يا صاحبي، سلم على الشهداء. استغفر الله، سلم على الشياطين اللي معاك. ده انا على ما اعتقد ان انا لو دخلت يا جماعه الماب دي وما يكونش الماب ابداع، يعني اللي هو ما اكونش عامل نمط اللعب ابداع، انا مليون في المية هموت من اول 5 دقايق. يا جماعه زي ما انتم شايفين ان احنا اصلا كنا داخلين الماب عشوائي، ما كناش مخططين هنعمل ايه، فاحنا هندخل نستكشف ولو لقينا، لاننا زي طب استنى نبعد الاول عن الاصوات دي. ايوه يا جماعه زي ما انتم شايفين ان احنا دخلنا الماب عشوائي، ما كناش مخططين ايه اللي هيحصل، هنعمل ايه كده. جات لي فكره في دماغي ان احنا نطلع نستكشف الاماكن دي، ولان انا ملاحظ يا جماعه في النمط اللي انا دخلته ده ان بيكون فيها ايه يعني قلاع وقصور وحاجات زي دي كده، بنروح نكتشف. فاحنا هنروح يا جماعه عليهم نكتشفهم زي دي كده يا جماعه. هاي ده قصر اهوت، نروح نشوف ايه اللي في الصناديق دي. يا اخي يعني والله عيب يا جماعه، والله عيب يا جماعه، في الجحيم وجزر ذهبي، يعني بتعملوا الجزر في الجحيم، مش فاهم. المهم ناخد احنا الحاجات المطوره دي. ضيعتوا هبة الجحيم والله يا جماعه. الجحيم اللي فيه جزر، بتقزقزوا تاكلوا جزر مع الشياطين ولا ايه، ولا تاكلوه مع ابليس؟ استغفر الله، انا بهزر يا جماعه، انا بهزر. واو انه الجحيم. شفت حاجه تحت كده يا جماعه، هيت البتاع الاسمر اللي كان تحت ده، مبنى كده اسمر اهوت. في صندوق كمان فيه، وفر البني ادم ابو راس خنزير ده. انزل يا والله ضيعت هبة الجحيم. تفاح كمان، استغفر الله، تفاح يا جدعان. طب ده مين اللي بياكله ده؟ ابعد انا. ايه اوه يا جماعة، الارواح بتموت من الشمعة، من النار. مالك يا عم، انت بتصرخ حقيقي. هو صوت واحدة على صوت قطة على صوت حاجات كده، مش فاهم. ما انا استنتجت يا جماعة، في الحقيقة اصلا لما بتشوفوا افلام الارواح بتلاقوا الناس بيقعدوا يولعوا شمع وبتاع، بس ده طبعا مش في الدين الاسلامي، لان دي مش حقيقة، دي كلها خزعبلات. آية الكرسي تجيبهم الارض. بس يعني في الافلام الجن بيموت بالنار ومش عارفة ايه، عارفين انتوا شغل الافلام الامريكية دي. الله، هو الجحيم فيه شمس وقمر كمان ولا ايه؟ سبحان الله، حاجة غريبة، حاجة عجيبة، حاجة أنا أول مرة أسمع بيها. الله الله الله، في خنزير مدرع هنا اهو، خنزير بروماكس. شايفين الجحيم؟ سلكوا، المفروض ان هو الجحيم، بس يعني ايه، احنا نعمل نفسنا في الجحيم، يعني اعاذنا الله واياك، بس يعني في اللعبة ندخل نكتشف قلعة الجحيم. اوه كائن جديد كمان يا جماعة. هو على اوه اديله. وده انتوا عارفين ده يا جماعه، ده عارفين انتوا وحيد القرن وكده، يعني كان هو ده وحيد القرن، بس يعني القرن بتاعه ضايع. طب يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده اهوت، في بشاير ان في حاجات جديده احنا لسه ما اكتشفناهاش، فاحنا عاوزين نكتشفها واحده واحده. احنا عاوزين نشوف الجحيم فين. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. بس انا قصدي يعني ان احنا نشوف الحاجات اللي في اللعب. قلعه كمان اهي. اوه مترتبه كمان. المشكله مش باين لها ملامح القلعه. ايوه في صندوق هنا كالمعتاد، تفاح، السبج اللي مش عارف ايه، كتاب مسحور، ده اللي بيطلع العفاريت ولا ايه؟ بس كده يا دي. ندخل كده المبنى التاني ده يا جماعة كده نشوف اللي فيه.
وسع كده. اوه ده بتوصل على المكان اللي ورا ده يا جماعة. ده موصل على المكان اللي ورانا ده من تحت اهوت، في مدخل، في طريق اهو بيودي على المكان اللي جنبنا ده. اوه يا جماعة في كائن جديد اهو يا جماعة. كائنين جداد ولا ايه ده؟ لا هو نفس الكائن بس ده كان جديد اهوت. ازاي؟ هو عامل كده ليه؟ عامل زي الراجل العجوز اللي عنده شعرتين كده يمين وشمال، مع احترامي للناس العجوز يعني، بس انا مش بتريق او بتنمر، بس يعني هو فكرني بيه. دي برقية دي ولا ايه؟ برقية من ابليس ل استغفر الله. هنبطل امتى الانذار التقيل ده؟ ايه؟ انت اللي جابك هنا انت؟ بتعمل ايه يالا؟ ده مش مكانك ده خالص. تلاقوا الانستا بتاعي تحت، ما تنسوش تشيكوا عليه يعني، برد على الكل هناك. دي قلعة جديدة يا جماعة بس كبيرة المرة دي، شايفين الشكل؟ ما شاء الله ما شاء الله. فلتذهبي الى الجحيم ايتها القلعة. اوه 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 اوه. لا الكائن ده معروف. اوه سكيلتون. ازيك يا عم؟ مش ده سكيلتون الزمن جرى عليه شوية يا جماعة. تحسوه طلع من الفرن تقريبا، كان بيتفحم فيه. وبس كده يا جماعة، على ما اعتقد ده كفاية الفيديو النهاردة، لان احنا كنا داخلين اصلا مش مخططين لحاجة او مش عاملين حسابنا ان احنا نعمل حاجة اصلا، كنا عاملين حسابنا ان احنا ندخل نكتشف العالم، فاحنا خدنا فكرة عنه النهاردة. ان شاء الله الفيديو الجاي هكون جبت افكار جديدة نعملها في العوالم دي ونلعب عوالم جديدة. وبرضه لو اي حد فيكم عنده فكرة نعملها في الفيديوهات الجاية، ومش شرط في الماب دي بس، في اي ماب من المابات التانية اللي انا وريتها لكم في الفيديو، اكتبها لي تحت في التعليقات وانا باذن الله هقراها ونعملها مع بعض ان شاء الله. وكذلك لو حد عاوز يلعب معايا اللعبه اكتب تحت في التعليقات وانا اتواصل معاك، او كلمني على الانستجرام انا برد على الكل هناك. كلمني هناك وباذن الله نظبط ونلعب مع بعض. وبس كده يا جماعه، اتمنى تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، تضغطوا لايك، وشكرا. عفوا، مع السلامه. سلام.